أهلاً بيكم في قناة هيروسكوب، بيت التوقعات الفلكية والتحليلات اللي بنقدمها لكم بشكل حصري. في الفترة دي من 6 سبتمبر بالحد 15 سبتمبر الكواكب كلها في حركة نشيطة جداً وبتأثر بشكل مباشر على الأبراج. لو أول مرة تزور القناة ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان توصلك أحدث التوقعات أول بأول. النهاردة هنتكلم عن برج الحمل، البرج الناري اللي دايماً أول واحد بيبدأ أي حاجة ومش بيخاف من التحديات. التوقعات العامة لبرج الحمل: الفترة دي يا حمل مليانة نشاط وحركة، والسبب الأساسي هو أن المريخ كوكبك الحاكم موجود في موقع نشيط بيخليك متحمس وعايز تنجز كل حاجة بسرعة. كمان عندنا عطارد اللي بيرجع لحركته الأمامية في بداية الأسبوع، وده بيساعدك تفكر بشكل أوضح وتخطط لحياتك العملية كويس. القمر كمان هيعمل تأثير قوي أيام 9 و10 و11، وده هيخلي عندك صفاء داخلي ويخليك أقرب لنفسك. لكن لازم تخلي بالك من طاقة زحل اللي بتحاول تعلمك الصبر والالتزام، وده مش دايماً مريح ليك لأنك بطبيعتك مستعجل. الحب والعاطفة: الحب في الفترة دي متقلب شوية، وجود الزهرة في برج صديق ليك بيديك جاذبية عالية جداً، يعني العزاب ممكن يلاقوا نفسهم قدام علاقة جديدة أو إعجاب مفاجئ. ممكن يكون في مقابلة صدفة تغير مودك العاطفي كله. أما المرتبطين فالعلاقة هتحتاج شوية هدوء. طاقة المريخ بتخليك عنيد أكتر من اللازم، وده ممكن يسبب خلافات صغيرة. حاول تسمع الطرف التاني وتفتكر إن العلاقة مش معركة لازم تكسبها، لكن هي مشاركة لازم تعرف توازن فيها بين رغبتك والسيطرة على أعصابك. لو كنت لسه متأثر من علاقة قديمة، الفترة دي مناسبة عشان تطوي الصفحة وتبدأ من جديد، لأن الكواكب بتديك قوة التحرر من الماضي. العمل والمهام: شغل الحمل الفترة دي هيكون مليان فرص جديدة. وجود عطارد في حركة أمامية بيساعدك في التفاوض والتخطيط. ممكن يكون في عرض شغل أو مشروع جديد أو حتى فرصة تعمل ترقية داخل شغلك الحالي. طاقة المريخ بتخليك نشيط جداً وعايز تنجز بسرعة، لكن لازم تاخد بالك إن السرعة ساعات